يوسف. هي امتى نزلت سورة يوسف؟ نزلت في مكة. نزلت امتى بالظبط؟ نزلت في عام الحزن. في عام الحزن بالتحديد. لا حدد لي اكتر. بعد موت خديجة رضي الله عنها وارضاها وموت عم النبي صلى الله عليه وسلم ابي طالب. بعد موتهم بالظبط. وبعد ما تجرأ المشركون على النبي وأذوه أذية لا تخطر على قلب بشر. سيد ولد آدم أحب خلق الله إلى الله، أكرم على الله من كل الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين. ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من نفس محمد صلى الله عليه وسلم. أوذي النبي، نعم، سيد ولد آدم اتأذى إيذاء شديد قوي. اترمى سل الجزور على ظهره واترمى التراب فوق راسه وانكسرت رباعيته في غزوة أحد ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا مش قادر أقول لك إيه. وطرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. اتهم النبي في عرضه. تخيل النبي القائم على صيانة أعراض الأمة وحرمات الأمة اتهم في عرضه. 9 مؤامرات يا مسلمين يا حبايبي، 9 مؤامرات لقتل النبي. تخيلوا. والنبي يتحمل كل ده. يروح للطائف عشان يتوهم إلى الله يضربوه ويطردوه من الطائف ويسلطوا على الصبية والنساء يضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. ويجي له ملك الجبال مع جبريل عليه السلام يقول السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت وهعرض عليك أمر لو حبيت هعمله فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. هجيب الجبلين كده يا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يموتوا. بعد كل اللي شافه يقول إيه؟ يقول لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وبالفعل ده حصل. حصل أن خرج من ظهر عكرمة، من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد ونماذج كتيرة جدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى إيذاء شديد جدا. اتأذى إيذاء لا يخطر على قلب بشر. الإيذاء ده عشان احنا نبقى مسلمين. الإيذاء ده عشان الدين يوصل لنا. الإيذاء ده عشان أبقى أنا وأنت قاعدين دلوقتي بنتكلم وإحنا في بحبوحة من العيش، ونتكلم وإحنا قاعدين في المكيفات، ونتكلم عن هدي النبي وعن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان نقعد نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانش الدين وصل لنا. لكن يا ترى لو النبي شافنا دلوقتي هيفرح بينا ولا هيحزن حزن شديد قوي؟ أنا متخيل إن النبي بعد ما انضرب في الطائف بدل ما يرجع للطائف على مكة، لا راح نازل من الطائف على أي بلد من بلاد المسلمين في زماننا ده. تخيل النبي بقى ماشي في الشوارع فجأة لقى شباب كتيرة قوي قوي قاعدين على القهاوي، اللي بيشيش واللي بيشرب دخان واللي بيلعب دومنة واللي بيلعب طاولة. فبيسأل اللي معاه هو مين دولت؟ دول شباب أمتك يا رسول الله. النبي مش مصدق نفسه. ما عدى شويتين لقى شباب قاعدين على النت عمين بيتكلموا على الشات مع بنات. دول مين دولت؟ دول أمتك يا رسول الله. شويتين لقى شباب واقفين طوابير على السينما والمسارح. مين دولت؟ دول أمتك يا رسول الله. شويتين لقى بنات متبرجات ماشيين في الشوارع عمالين بيضحكوا ويهزروا، كل بنت واخده في دراعها ولد من شباب الجامعه بيقول ده زميلي وده صاحبي مين دول؟ دول أمتك يا رسول الله. دول بنات المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أنا متخيل مدى الألم والحسرة اللي ممكن في الوقت ده النبي يحس بيها، مع ان الامه كلها باجماع وباتفاق، وانا بتكلم نيابه عن الامه كلها ومش محتاج اسمع حد يقول لي كلمه بعد الكلمه ديت. انا واثق ان الكل بيحب النبي، مش محتاج حد يقول لي انا بحبه. انا عارف انكم بتحبوه، بس الحب ده لازم ليه دليل. الحب ده لازم يكون ليه دليل. انت بتحبه بجد ولا مجرد فقط عاطفه تجاه النبي لان هو النبي؟ ان النبي ما يتكرهش صلى الله عليه وسلم. هل هي مجرد عاطفه ولا حب بجد؟ بحبه يعني هسمع كلامه، يعني هتبعه، يعني هطيعه، يعني هقلده. ده اللي بيحب لعيب كوره النهارده بيشوفه بيقص شعره زي بيقص زيه،
بيلبس الفانيلا وهو ماشي في الشارع عليها رقم اللاعب اللي ايه اللي بيحبه. بياكل ايه، بيشرب ايه، بيقلده في كل حاجة، سبحان الله. فتخيل لو كان بيحب النبي، لو كان بيحب النبي هيقلد النبي في كل حاجة. هيقلده في سمته، في شكله، في هديه، في أكله، في شربه، في زواجه، في غضبه، في حزنه، في فرحه، في كل حاجة عملها النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نزلت سورة يوسف في الوقت دوت، في الوقت اللي كانت فيه الأحزان فعلا مالية قلب النبي. الصحابة تعذبوا واتبهدلوا. سيدنا بلال كان يجر على الرمضاء في مكة وتوضع الصخور العظيمة على صدره وظهره ويقول له يعني الذي كان يلوك يقول له أمية بن خلف يقول له اللات والعزى إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد. بلال، عمار بن ياسر أمه اتقتلت قدام عينيه، مين يتحمل المنظر ده؟ انت تتحمل ده؟ مجرد ما بيحصل لك اقل ابتلاء بتقول يا عم انا مش عايز التزام ولا عايز اي حاجه ولا تلقوا بايديكم من التهلكه، وبتسيب الالتزام كله وبتسيب الصلاه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى ده، امه اتقتلت قدام عينيه، ومش كده وبس، وابوه اتقتل قدام عينيه، وهو كمان حاولوا يقتلوه فنجا باذن الله سبحانه وتعالى. تخيل عمار بن ياسر وثبت وكان من اهل الجنه، وكان من اهل الجنه رضي الله عنه وارضاه. في عز البلاء ده كله تنزل سورة يوسف تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي. كأن المولى عز وجل بيقول للنبي مين اللي أذاك يا محمد؟ قرايبك، عمك أبو لهب اللي أذاك؟ طب اصبر بقى وما تضايقش نفسك، ما تحزنش يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تحزنش يا رسول الله. أخوك يوسف عليه السلام اللي أذاه برضه أقرب الناس إليه، إخواته هو لسه صبي صغير 12 سنة رموه في البير، ولو حتى نجا من الحيات والأفاعي والعقارب الموجودة في البير، ولو طلع من البير الذئاب مستنياه هتاكله. تخيل أخوه، إخواته هم اللي أذوه، فما تحزنش. لكن رغم أنه اتأذى يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أني مكنت ليوسف وخليته عزيز مصر وكان نبي كريم. وانت كمان بعد الأذى اللي انت شفته ده كله وبعد العذاب اللي انت دقته ده كله همكن لك في الأرض، هخليك تنتصر، هخليك أعز إنسان موجود على وجه الأرض، وكل من يتبعك سيكون عزيزا بإذن الله سبحانه وتعالى. نزلت السورة